لغة تحفة، وصف متقن للمشاعر والأشخاص والأماكن، قصص متداخلة بطريقة جيدة جدا. هي رواية للكاتبة الفلسطينية الشهيدة هبة كمال أبو ندى، صادرة عن دار الديوان للنشر. الرواية دي خدت جايزة الشارقة للإبداع الروائي سنة 2017. هبة استشهدت يوم 21 أكتوبر 2023. عايزة أقول لكم إن دي الرواية الوحيدة للكاتبة الشهيدة، وأعتقد إنه أفضل تكريم ممكن نقدمه ليها إن إحنا نقرأ روايتها. هبة كانت بتحب جدا 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 الكتابة، وكمان كانت بتتقنها إلى حد كبير. تعالوا نقرأ أجزاء من رواية الأكسجين ليس للموتى للكاتبة هبة كمال أبو ندى، والحقيقة إن المقاطع دي هي اللي استوقفتني في الرواية وحابة إن أنا أقدمها لكم. ويا ريت يا ريت كلنا ندعي بالرحمة والمغفرة للشهيدة الجميلة والكاتبة الرائعة هبة كمال أبو ندى. في البداية هبة بتعمل إهداء عظيم جدا وطويل كمان، هو واحد من أطول الإهداءات اللي أنا شفتها في حياتي. تعالوا بينا نقرأ إهداء رواية الأكسجين ليس للموتى. هذا العمل لكل أولئك الذين سقطوا عمدا من رزنامة التاريخ، الذين لم تتسع لهم حتى هوامش الصفحات وما بين الأسطر، ولم تسعفهم نقطة حبر واحدة لتدون محاولتهم الفاشلة للوصول. هذا العمل للخيبات الطويلة المدخمة بالحسرة، للصفوف المتأخرة من جيش الفكرة، وللراسبين في اختبارات الوطنية الحديثة، وللوجوه الرمادية الباهتة المزدحمة بنمش المآسي، وللكتب الخفيفة الخالية من الفكر ستيرول، وللحناجر التي جفت كصحراء الربع الخالي في طريقها للكلمة الأولى من السلام الوطني. هذا العمل لكل الأشياء التي كان من المفترض أن تحدث ولم تحدث، ولكل الأسماء التي كان يجب أن تعرف ولكنها تحولت إلى ضمائر مستترة. هذا العمل للفكرة التي ستخطر في بالك بعد هنيهة، وللأمنية التي ستتمناها لاحقا، ولبعد دقيقة من كل مرة ستقرأ فيها سطرا من هذه الرواية، وللأزمنة العالقة في احتمالات. ربما رفع الورقة وقرأها. قال: انزعوا مخالبكم من لحمنا، ارفعوا أيديكم عن قمحنا، أطلقوا سراح أجنحتنا، لا تحاولوا إيقاف هذه الثورة، يمكننا الوصول إليكم في قراكم المحصنة، أنتم محاطون بجثثنا وعيوننا وأحلامنا وثورتنا. ضغط وزير الداخلية الورقة في يده وتلفت خلفه بخوف. الأكسجين ليس للموتى. نظرت إليه، حملقت فيه طويلا، انعكست على نفسي وتجسدت أمامي ووقفت في مواجهتي، ناديت عليه فلم أرد، صرخت فيه فلم أتحرك. تمدد السواد وأنا أستنجد بي وأمد يدي إلي فلا ألتقطها. حاولت الخروج مني فتابعت الغرق فيه، حاولت التمسك بي فانفلت مني، تنفستني فاختنقت بي، سألتني من أنا فلم أجبني. الحقيقة أن الرواية كلها كودز، كلها مواضع لذيذة جدا تصلح أن هي تتكتب في يومياتنا أو تتكتب ككوس على صفحاتنا، أو حتى نحتفظ بيها للأبد كوصية خالدة من شهيدة كانت بتشوف لبعيد جدا. أنا بعتبرها على المستوى الشخصي زرقاء اليمامة. شوفوا الكود ده. وفي النهاية أولئك الذين يقرؤون القصة بعد عصورهم وحدهم، الذين يمتلكون البصيرة الكافية لمعرفة البطل الحقيقي. الكود ده بقى استوقفني كتير جدا، والحقيقة ان هو عبر عني الى حد بعيد. الكود بيقول ايه؟ ولكنها الذاكرة يا صديقي، الذاكرة إنها شيء لا يمكنني الهرب منه. إنهم يعدون فقدانها مرضا، وأنا أعد بقاءها إعداما مع وقف التنفيذ. بصوا بقى جمال الكتابة. عندما يصبح الخبز هو أول ما يفكر فيه الناس عندما يستيقظون من النوم، فاعلم أن أغلب السكان يعيشون تحت خط الحلم. الخبز أمنية الجياع، والحلم ليس لمن يشبع فحسب، بل لمن يشعر بالتخمة أيضا. بص الحتة دي كمان. لا أعلم ما الذي سأفعله، أنا أبحث فقط، أحاول أن أفهم. أنا ضائع وأبحث عن نفسي في مكان ما قد يكون عندك وقد لا يكون عندك، ولا أسعى لتغيير أي شيء. في البلد اللي بتتكلم عنها هبة كمال أبو ندى بتتكلم عن حكومة بتحتضر. بص بقى بتوصفها إزاي. كانت علامات احتضار الحكومة أكثر توهجاً من كل أكاذيب الإعلام الرسمي.
كانوا في النزع الأخير. هنا بقى البطل بيسأل نفسه مجموعة أسئلة. بيقول إيه بقى؟ كم عدد الأسئلة التي يجب أن أجلد بها نفسي لأعود قادرا على التنفس؟ من أين أبدأ؟ وكم خطوة سأعود للوراء حتى أرى اللوحة بوضوح؟ أليس هذا ما يفعله من يريدون رؤية الصورة كاملة؟ الرجوع للخلف، لأن الاقتراب كثيرا يقلل من مدى استيعاب العين. ترى جزءا فقط، الابتعاد قليلا يجعلنا نرى الكل. في فصل بقى اللي هو فصل رقم 11 عنوانه الحقيقة ولا شيء سواها. في فقرة لطيفة جدا عجبتني، بتقول إيه بقى؟ الآن لا أريد شيئا سوى معرفة الحقيقة. الحقيقة في بلادنا هي الأشياء التي لا يقولونها في الإعلام ولا يضعونها في المنهاج المدرسي، وهي ذات الشيء الذي وضعه والدي في المدفأة وأحرقه عن آخره. هو الشيء الذي جعله يتأهب للموت بكل خلاياه وروحه. كمان بتقول إيه عن لحظة احتضار الوالد الظالم اللي عمل كارثة في حياته؟ مجرد الشعور بخوفه ذلك اليوم باقتراب الموت منه باستسلامه له يجعلني أقع من سمائي على حقل ألغام فأنفجر وأنتشر في كل مكان، ثم أعود للحمي وعظمي وأسئلتي. الحقول الجافة والبيادر العطشة ممتدة على طول الطريق تشعر الناظر بالفراغ واللامكان. أصبح من الصعب العثور على مناطق خضراء. لقد ترك الفلاحون أراضيهم للفزاعات والجفاف ورسائل الضرائب التي تملأ صناديق البريد. بصوا بقى جمال الكتابة. ليست بلادنا تلك التي تحرمنا من أحبابنا، إنها منفانا الذي أعطانا الجنسية وعذبنا بها. لا عاشت أوطاننا، تموت أوطاننا وتعيش غزال، تحيا غزال ويموت الوطن. كمان بتقول إيه؟ تلك اللحظة أدركت فيها أن أخطاؤنا البريئة أجمل بكثير من قراراتنا الصائبة التي استغرقنا وقتا كبيرا في التفكير باتخاذها، لأن تلك الأخطاء نتذكرها ونضحك على أنفسنا، أما هذه القرارات فنتذكرها ونعض أصابعنا ندما عليها لأنها كانت الأسوأ. كمان الحتة دي استوقفتني كتير جدا. وفي اللحظة التي تكتشف فيها أن ذلك الإنسان الذي أحببته من كل قلبك ما هو إلا مجرم، تتمنى لو أنك ولدت من غير قلب، ولكن لا شيء من هذا يحدث. فقط تسمع صوت المنبه ذات صباح وتصحو من حياتك الوردية إلى الواقع وإلى الحقيقة. وعليك أن تكون شجاعاً لتتقبلها كاملة وتعيشها، أو جبانا لتعود إلى النوم وتطفئ المنبه. وربما في ذات اللحظة تقرر أن العيش في كذبة جميلة كان أصح 1000 مرة من العيش في واقع بائس. هبة كانت واثقة إن الحقوق بترجع بشكل أو بآخر، وده عبرت عنه في مقطع بيقول: ولتذهب البلاد والقضية للجحيم عندما تدرك أن القتيل كان قاتلاً. يتولد لديك ذلك الشعور بتأنيب الضمير لأنك نوعاً ما تراه يستحق ما حدث له. إنها عجلة العدل الإلهي التي لا تكمل دورتها إلا وقد خلصت حقوق العباد من بعضها. فقط في بلادنا القاضي الذي حكم على مجرم بالبراءة يصبح وزيراً للعدل، والضابط الذي عمل مجزرة في إحدى القرى يصبح وزيراً للداخلية، وشاهد الزور يصبح نائباً لذلك الوزير، ويقتل ثلاثتهم برصاصة موجهة بدقة من مسدس القدر الإلهي. لقد استحق والدي أن يبصق على نفسه وأن يخفي حقيقته عنا، وأن يخاف من عيون والدتي، وأن يخاف من ماضي. أدعوكم لقراءة الأكسجين ليس للموتى. طلعوا منها كوتس واتكلموا عنها واطلبوا الرحمة لهبة كمال أبو ندى.